الشياب اللي بيدي يتذكرون بسنة ال90 شلون الدنيا انقلبت على صدام حسين، وبالتحديد يوم 15/3/1990. وراها الدنيا انقلبت على صدام ايش سوى بذاك الوقت؟ عدم بازوفت صحفي بريطاني، جنسية بريطانية من أصول إيرانية. عنده يعني هم الدولة العراقية دعتها على موضوع، وبعدين اتهموه بالتجسس نتيجة تفجير صار، قصة طويلة. المهم الدنيا انقلبت على صدام حسين من الغرب، بريطانيا بالتحديد، الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، وطلعوا صدام يعني مجرم. وحتى اكو بعض الآراء اللي تبالغ تقول واحد من أهم تحول خلينا نقول قناعة المجتمع الغربي والمجتمع الدولي بصدام حسين تغيرت بسبب هاي الحادثة. هاي واحد من الآراء اللي تنطرح. هاي الدول الغربية عندها نفس عزيزة على صحفي حسب القانون العراقي شافوه جاسوس وعدموه قلبوا الدنيا. ليش؟ لأن نفس عزيزة عندهم. هاي القناعات ترى خاف عبالكم بس بالدول الغربية، خاف عبالكم بس بأوروبا النفس عزيزة، خاف عبالكم بس بأمريكا النفس عزيزة. لا، متوهمين. بالمملكة العربية السعودية، بالسعودية هاي اللي ما عاجبتكم، بالسعودية هاي اللي تصفون نظامها بالرجعي، بالسعودية هاي اللي تذبح بالسيف إذا صار حكم، تذبح بالسيف تقطع راس إذا صار حكم شرعي على مجرم. بالسعودية أكثر بعد عندهم معزة المواطن، والمواطن عندهم عزيز ويقلبون الدنيا عليه. دليل السفير السعودي ثامر السبهان قال بالدنيا على الحكومة العراقية، صار يومين الدنيا قالبها على الحكومة العراقية وعلى وزارة العدل. شلون تعدمون القحطاني وأنا ما أدري؟ شلون تعدمون القحطاني وتعطوني خبر ورا ما تعدموه؟ الدنيا قالبها. حتى بالملفات يفتش. القحطاني طبعا انحكم عليه بالاعدام من سنه 2009، وهسه 2016 نفذوا بحكم الاعدام لان كاتله كم صايغ وفجر له 4-5 سيارات هيك بالاسواق وكذا. انعدم. مو بس هيك، مو بس القحطاني، اكو 6 أو 7 من زملاء القحطاني ايضا محكومين بالاعدام من سنه 2009. السفير السعودي ثامر السبهان يقول لهم دولة إذا ما أعيد محاكمتهم يا حكومة عراقية ترى أسوي ما أسوي، راح أجيب محامين وأنتدب لهم محامين وتعاد محاكمتهم ومحاكمات أصولية، وذاك الوقت عود إذا لكم حق تطلعونهم إعدام روحوا عدموهم. ما يصير، هاي ذول المحاكمات مال ذول ال7 لازم تنعاد. وصار له يومين الدنيا قالوا ثامر السبهان. هاي الزلم وهاي الدول اللي تعتز بمواطنيها، وهاي الحلوق اللي تجيب حقوق. والله تستاهل تحية يا سيادة السفير ثامر السبهان.